تعبت من الترويق والروتين والتنظيف، فاديتها واحدة نو ريسك نو فن وطلعت على شرم الشيخ. ده يوم في حياة عندها 21 سنة، بس المرة دي في شرم الشيخ. فلوج النهارده فيه حاجات كتير قوي قوي. أول حاجة أنا وصلت القرية اللي أنا هقعد فيها، المكان كان تحفة، الفيو كان خطير. أنا كنت بلون أنا وبنت صاحبتي، قالت لي عايزة ألون يا طنط إيمان، قلت لها يلا بينا. عملنا فطار سريع كده، سندوتشات جبنة رومي ولانشون، وبعد كده قلنا هننزل على البسين، فلبسنا المايوهات بتاعتنا ونزلنا. طبعا اتبهدلنا واتمرمطنا من العيال، فطلعنا تاني بقى على طول بسرعه. صاحبتي عملت لي ايس كوفي، وقلنا بس هنلبس ونخرج نخرج العيال وننزل كده نلف في البلد شويه. حطيت ميك اب معاكم ونزلت بقى، لبست ونزلت. اخدنا طبعا العيال معانا علشان مفيش مكان نحطهم فيه، مفيش استضافه هنا بالليل. نزلنا بقى ورحنا السوق، ويا جماعه المحلات انا كنت منبهره بجمال المحلات والحاجات اللي بيبيعوها هنا. ده كان مسجد الصحابه، ودي صاحبتي القمر، كان شكله تحفه المسجد بجد من قريب، حلو قوي قوي، بس التصوير ما كانش واضح علشان بالليل. في بقى محلات كتير قوي قوي في السوق بتشتري منها اللي انت عايزاه. الاسعار مش ألذ حاجه، بس بجد المحلات كفايه بس ان انتوا تبصوا للمحلات وتتصوروا عندها. عندهم تحف كتير قوي، عندهم حاجات حلوه قوي. واحنا بقى كافيه اسمه ريحنا، طلبنا كنافه نابلسيه وطلبنا فرابتشينو سلطه كارمن. وشايفين بجد حجم الكوبايه كان قد ايه، كان سعره 125 جنيه، فسعره حلو قوي قوي بالنسبه للكواليتي بتاعته. الكنافه النابلسيه كانت ولا غلطه، وصاحبتي بتقول ان هي اول مره تدوقها حلوه كده من عندهم، كانت حلوه قوي قوي. كل ما كنا بنلاقي محل كنا بندخله ونشوف ايه اللي فيه. المحل ده كان فيه حاجات كيوت قوي، اشتريت منه تقريبا شربات بس. كان فيه حاجات حلوه قوي قوي برده، بس الاسعار زي ما بقول لكم صعبه جدا. هنا بقى رحنا عند الشلال، والفيو كان تحفه تحفه، بس مش عارفه ليه مش واضح في التصوير. الفيو كان حلو قوي قوي، وشكل الجبال حلو قوي، والانوار حلوه قوي. طبعا في اجانب كتير كتير قوي من كل الفئات ومن كل الجنسيات، كل حاجه، اي فئه انتوا هتلاقوها هناك. بقى على مكان اسمه فيكس بريس، اشتريت منه شويه اكسسوارز تحفه، واشترينا الشوكليت دي. وبعد كده روحنا البيت، طلبنا من بيتزا هات وتعشينا، وخلص اليوم النهارده. انتظروا فلوجات كتير قوي الفتره الجايه.